وبدأت انطلاقة النادي الأهلي في رحلة البحث عن البطولة رقم 13 من دوري أبطال أفريقيا. الأهلي يفوز على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، مع العلم إن الأهلي ولعيبة الأهلي يعني هم اللي جايبين ال5 أجوان. عايز أقول إن النادي الأهلي قدم مباراة قوية، مباراة بقالنا كتير ما شفناهاش. النادي الأهلي فيها إيجابيات كتير وفيها سلبيات، بس سلبيات أقل. الأهلي قدر إنه يكسب 4-1 بأقدام تريزيجيه المتألق هدفين، وإمام عاشور هدف، ومحمد شريف هدف. إحنا لسه زي ما إحنا عندنا مشاكل في الدفاع. أي فرقة قدامنا شكلها مش حلو أو ملهاش وجود أو مش عارفة تلعبنا، إحنا اللي بنديها الفرصة حتى وإحنا متقدمين نرجعوا تاني في الماتش ونخلي شكلنا وحش. وطبعا ده بان جدا في الكوره بتاعت ياسر ابراهيم ومحمد الشناوي، عدم تفاهم. بس في حاجات غريبه بتحصل عندنا في النادي الاهلي في الناحيه الدفاعيه. هجوميا بقى احنا كنا متفوقين جدا، احنا ضيعنا حوالي 245 كوره ما بين قلاشات وحاجات بتعدي من تحت الاقدام وحاجات غريبه برضو، لكن في الاخر ترجمنا الحاجات دي ان احنا نكسب بالاربعه. بصراحه والحق يتقال، احسن ماتش يا تريزيجيه اشوفك تلعبه من ساعه ما جيت النادي الاهلي، هجوميا ودفاعيا ولعب مع الناس ولعب فردي، اديت كل حاجه حقها. عشان كده بالنسبه لي انت نجم الماتش وربنا كافئك. ايجابيات النادي الاهلي النهارده بقى كتير قوي. عايزين اول حاجه نقول حمد لله على السلامه يا امو، عوده حميده يا امو، مبروك العوده ومبروك الهدف. عايزين نقول مصطفى شوبير ردود افعال مش عاديه، تستحق انك تبقى موجود اساسي في النادي الاهلي الفتره الجايه. حمزه عبد الكريم كويس انك صعدت الفريق الاول وبتلعب، ودي كمان من الايجابيات. الحاجه اللي المفروض نقف عندها هي في الشوط الثاني العامل البدني للنادي الاهلي. العامل البدني للنادي الاهلي في الشوط الثاني بيقل، لازم ناخد بالنا من الموضوع ده لان الموضوع ده بيفرق معانا. الشوط الثاني دايما بيبقى غير الشوط الاولاني عندنا، عشان كده عايزين نهتم اولا بدنيا باللعيبه ازاي يبقوا واقفين على رجليهم الشوط الثاني، وعايزين نهتم ان التغييرات تبقى بدري شويه بحيث نلحق ان لو في حد وقع نلحقه بحد من بره، وخصوصا سكواد النادي الاهلي اللي بره زي اللي جوه. الف مبروك للنادي الاهلي على المكسب. لازم نركز في الماتشات الجايه، عندنا الماتش القادم الجيش الملكي